الشريعة بتحثنا على التدرج، عشان كده الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالتدريج. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالعقيدة وإن هو يعرفنا عنه، فيبدأ القلب يتشبع بحب ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده بدأ ينزل التشريعات، اعمل وما تعملش، لأن القلب أصلا بقى بيحب ربنا، فهو عايز يعرف ربنا يريد منه إيه. عشان كده العلماء يقولوا إن أنت كل ما تعرف صفات ربنا كل ما هتعيش حياتك كلها في طاعته، والعكس لو تعرف التشريعات بس هتتفنن في معصية ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا شهر شعبان اللي فيه العمل بيبقى أجره أعظم بكتير، عشان أنت بتجهز نفسك لرمضان. عشان كده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه بيصوم كتير قوي في شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فربنا سبحانه وتعالى خلى شهر شعبان يبقى موجود علشان فيه انت يبقى عندك استعداد قلبي وجسدي لرمضان، تبقى وانت داخل على رمضان انت كان عندك عهد بالصلاة والصيام وكل الأعمال الصالحة. ربنا مش بس بيجهزك جسديا للصيام والرمضان، كمان بيجهزك قلبيا، عشان في ما يسمى بصيام القلب، اللي انت تبقى صايم عن الحقد والغل وفكرة ان انت بتخطط لإيذاء الغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن النصف من شعبان قال إن الله لا يطلع في النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك عارفينها وإن شاء الله بإذن الله انت مش منهم. مشاحن بقى ليها معنيين، أول معنى ان انت يبقى عندك مشكلة بسيطة ممكن تتحل، مش حاجة كبيرة، مش إيذاء، يعني مش مثلا حد اتكلم في عرض أختك مثلا، لا حاجة بسيطة وانت عاند مع الشخص ومقاطعه، فبالتالي ربنا ما يغفلكش غير لما تكلمه وتصلح معاه الموضوع. سيدنا أبو بكر في حادثة الإفك كان في قريبه اتكلم عن عرض السيدة عائشة وكان ظالمها، فبالتالي سيدنا أبو بكر كان بينفق عليه، فلما عرف ان هو بيتكلم عن بنته قرر هو ما ينفقش عليه تاني، فربنا نزل فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فسيدنا أبو بكر قال بلى والله, والله يا رب. يعني ساعتها قرر وأقسم إن هو هينفق عليه لحد آخر يوم في عمره. ليه؟ علشان الجزاء من جنس العمل، انت لما بتعفو عن حد ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك. وتخيل بقى عفو ربنا سبحانه وتعالى هيبقى عظيم، ممكن تكون ذنب اصلا بيخليك مش عارف تنام وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك لانه يعلم قد ايه كان صعب عليك تسامح حد، بس انت سامحته تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة بقى التانية أو المعنى التاني هو المشاحن اللي يكون جواه غل وحقد وكده، جواك كده دايما خطط إن أنت عايز تأذي اللي قدامك. ده هنا هقولك حاجة، أوقات كتير بيبقى جوانا غيرة، والغيرة دي بدايتها لو سبناها بتقلب لحقد. فبالتالي لو انت في اي حد اليومين دول حاسس اتجاهه بغيرة، محتاج تعمل حاجتين: تدعي له وتساعده في الحاجة اللي مضايقاك منه. يعني مثلا في رزق معين مثلا جاله وانت متضايق ومش عارف ايه، مثلا بيعمل كونتنت مثلا وجاب فيوز كتير قوي فانت متضايق، فبالتالي بتعمل له شير، بتساعده في حاجة ليها علاقة بكده، بتجيب له هدية تساعده على موضوع كاميرا ايا كان. ده ليك انت عشان قلبك يبقى سليم وتدخل رمضان وصفحتك بيضة. وهنا بيجي السؤال، أعمل إيه في ليلة النصف من شعبان؟ وبيجي هنا كمان الخلاف والجدال بين المسلمين، في اللي يقولك لا يا عم هو أنت ما ينفعش تخصص لأنه مفيش أي عبادة اتخصصت لليلة النصف من شعبان ومفيش حديث عليها صحيح، ودي حقيقة. ولكن في نقطة تانية، إنه في بعض السلف كانوا بيخصصوا العبادة في ليلة النصف من شعبان، وفي كثير تقبلوا ده في العلماء المسلمين. وكمان ابن تيمية كان بيقول بما معناه إنه ليلة النصف من شعبان ليها فضل كبير، وبعض السلف كانوا بيصلوا وبيخصصوا العبادة، ولكن البدعة هي إن احنا نحيي الليلة دي في المساجد في صلاة الجماعة. وكمان الشافعي كان بيقول إن في 5 ليالي بيستجاب فيهم الدعوات: في العيدين، ليلة الجمعة، أول رجب، والنصف من شعبان. فلذلك انت محتاج ان انت تحيي الليله دي. ولو انت عايز تثبت على انه لا يا سميه انا عايزه كيوم عادي، خليه كيوم عادي وطيع ربنا سبحانه وتعالى بنيه ان ده شعبان. وشعبان الشهر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه فيه بيغفل الناس عنه، وانت لما بتعمل عباده والناس في غفله ده بيكون اجره كانك هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم 4 اعمال تعملهم: اول حاجه كثره الاستغفار في الليله دي، وكمان طبعا بعد النصف من شعبان. تاني حاجة تجديد التوبة ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى. تالت حاجة الدعاء، ان انت تدعي كتير قوي. ورابع حاجة الصلاة،
إن أنت تقيم الليل. عارفين تقيم الليل بإيه؟ ممكن ركعة. طيب سُميّة عايز أكتر شوية، 3 ركعتين بنسلِّم، صلّي ركعة كمان. وفيهم تستشعر قد إيه شهر شعبان ده شهر جبر الخواطر، اللي فيه ربنا سبحانه وتعالى حوّل القبلة وكان بيرضي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي فيه أُنزل الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ودي كمان الليلة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لكل المؤمنين إلا مشرك أو مشاحن.